السلام عليكم الاخوات، نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم غراتان بالدجاج والبطاطس بلا صوص بيشاميل. انا متاكده الا جربتوه غادي تعاودوا ديروه، كيجي لذيذ لذيذ بزاف ورائع. يلا معايا تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. المقادير عندي 3 ديال البصلات كبار اللي شلطتهم ولا قطعتهم قطع صغار، كنديرهم في مقلاة، كندير عليهم شويه ديال الزيت النباتيه، كنديرهم على النار اللي كتكون شويه مجهده، ما نديرهمش على النار اللي تكون ناقصه باش ما تطلقليش البصله الماء ديالها، وتشحر ونخليها تشحر على هذا الشكل هذا حتى تدبال. كنزيد لها صدر ديال الدجاج، انا عندي هنا صدر ونص تاع الدجاج اللي قطعته قطع صغيره، يعني الدجاج والبصله الكميه كتبقى على حسب افراد العائله. انا كانوا عندي ضياف داكشي كانت كميه شويه كبيره. شحرت الكل جيدا، كنضيف الثوم، هنا عندي 2 ديال الفصوصه ديال الثوم اللي قطعتهم رقاق، كنخليهم حتى يتقلاو مزيان، وكنضيف لهم التوابل، شويه ديال الملح على حسب الذوق، كنزيد تقريبا نصف معلقه نتاع الابزار ونصف معلقه ديال سكينجبير، وتقريبا معلقه ديال التحميره، ومعلقه ديال العطريه ديال الدجاج، تقدروا ديروا حتى العطريه ديال الشاورما الا كانت متوفره، راس معلقه ديال الكاري اختياري، اللي بغى يديروا اللي ما بغاش يديروا ما يديروش، ودرت معلقه صغيره نتاع طماطم مركزه او طوماط كونسونطري، وكنخلي الكل يتقلى مزيان. وفي الاخير كندير شويه ديال المعدنوس اللي قطعته رقيق وشويه ديال صوص صوجا، وكنخليهم يتقلاو تقريبا واحد دقيقه صاي، وكنطفي على الدجاج ديالي كيكون واجد. عندي هنا شويه ديال البطاطا اللي قطعتها قطع صغيره على هذا الشكل هذا، درتها في الماء، خليتها تقريبا ساعه وهي في الماء مرقده، من بعد درتها في واحد الشبيكه هكا تسقطر مزيان داك الماء، درت لها شويه ديال الملح على حسب الذوق، شويه ديال الابزار، صافي كنحرك مليح ديك البطاطا مع ديك العطريه مزيان، وكنخليها حتى تسقطر مزيان، وعاد نبدي نقليها. بعد ما قليت البطاطا درتها على واحد البابي باش تستقطر من داك الزيت اللي فيها. صافي الدجاج موجود، البطاطا موجوده، دابا ندوز باش ندير لاصوص بيشاميل. فواحد الكاسرونه درت فيها تقريبا 2 معالق كبار نتاع الزبده على هذا الشكل هذا حتى تذوب مزيان، كنضيف لها 2 معالق ديال الدقيق الابيض او فرينه، ونحرك، نستمر في التحراك ما نتوقفش باش ما ديرليش تكتلات. استمريت في التحراك تقريبا دقيقه كامله وانا كنحرك فيها على هذا الشكل هذا، وكنضيف لها الحليب تدريجيا، اللي من الافضل ما يكونش في الثلاجه، يكون على برا، كنضيفه تدريجيا على هذا الشكل هذا وانا كنحرك. وكما كتشوفوا هنا استعنت بالدراب اليدوي باش ما يديرليش تكتلات. ومهم وضروري اننا ما نبعدوش على الكاسرونه، نبقاو نحركوا باستمرار. هنا ضفت شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار وانا كنحرك حتى نحس ان الخليط بدا كيعقد شويه. وفي هذه المرحله هذه كنضيف لها شويه ديال الجبن محكوك، واللي نقدروا نعوضوه حتى بالجبن مثلثات اللي متوفر. كنحركوا الكل جيدا على هذا الشكل هذا حتى يذوب لنا داك الفرماج، صاي يبقى القوام ديال الكريم على هذا الشكل. صاي كنطفيو على الكاسرونه. هنا عندي واحد الطاوله اللي غادي تدخل الفرن، وعندي هنا الجبن 2 انواع، عندي الجبن ايمونتال والجبن موتزاريلا. كندير شويه من ديك لاصوص بيشاميل من التحت، كنحاول نساويها على هذا الشكل هذا. كندير واحد الطبقه ديال البطاطا من التحت، يعني البطاطا كنقسمها على 2، كندير الطبقه الاولى لتحت، وكنزيد فوقها نصف الكميه ديال الدجاج، كنفرشها على هذا الشكل، كنحاول نساويها. كنضيف لها الفرomage غابي، ومن بعد كندير شويه ديال لاصوص بيشاميل من الفوق، واستمر على هذه الكيفيه هذه. عاود طبقه اخرى ديال البطاطا، وفوقها الطبقه الاخيره نتاع الدجاج، حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي ديال البطاطا ونتاع الدجاج. وكنزيد واحد الطبقه لا باس بها ديال الفرomاج من الفوق، وفي الاخير لاصوص ديال البيشاميل اللي تبقات لي تما كنزيدها من الفوق، ونحاول نغطي السطح كامل بديك لاصوص. وفي الاخير كنزين بالفرomاج اللي تبقى لي، في الاخير كنزينه من الفوق باش يعطي واحد اللون زوين للكغاتان. صاي كندخلها للفرن
انا ما درتليش حتى 20 دقيقه كانت واجده، يعني كلشي طايب، كتحتاج غير تحمار صايي كنخرجها. صايي اين فوا يذوب لنا داك الفرomاج اللي كيكون من الفوق وياخد الكغاتان، ياخد هذا اللون الاحمر اللي كيشهي. صايي كنطفيو عليه وكنخرجوه من الفرن. نتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم، ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم والتعليقات الزوينه ديالكم اللي كتشجعني. الى هنا كنقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.